والله انا عمري ما اعترفت بكوكا ده اساسا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبدايه جديده وديكور جديد ودوري جديد، بس بدايه مش موفقه. الاهلي بيتعادل، الاهلي هو اللي بيتعادل مع مودرن سبورت 2-2. يعني بص، هنتكلم في حاجات كتير، بس ايه خليك خش في التشكيل الاول كده معاك اول حاجه، وبعد كده حاجه كمان بقى، يعني بقى ليه قفشه؟ وليه كوكا؟ وليه احمد رضا؟ ليه احمد رضا يعني انت دلوقتي لو بصيت دلوقتي، قول لي احمد رضا كان كويس في ايه غير الجون؟ كويس في ايه؟ نسيب بقى من دلوقتي من الالقاب دلوقتي، يعني احمد رضا كان كويس في ايه؟ يعني دلوقتي الشوط الاول ملخصه ايه عامه؟ الشوط الاول انت دلوقتي انت بادئ، انت مش عارف اي خطه تلعبها. ايه الخطه اللي انت بتلعبها؟ انا مش فاهم. انا دلوقتي انا واحد اهو قاعد اهو، ايه الخطه اللي الاهلي بيلعبها؟ ايه هي؟ بنلعب بالعمق، بنلعب بالاطراف، بنلعب بالعرضيات، بنلعب اي حاجه ما اعرفش، نلعب حلق حوش، حنكش بنكش، باصي. احنا اللي بنجري ورا الكوره، يعني المفروض احنا بندور الكوره، احنا بنجري ورا الكوره. ومش فاهم بجد، يعني عندي صانع العاب، تمام، كابتن محمد مجدي قفشه. دلوقتي ليه انت رامي نفسك في قلب المدافعين؟ يعني ليه بجد؟ يعني كل ما تشوف اي كوره عامه، المدافعين مش عارفين يطلعوا بالكوره، نص مش عارف يطلع بالكوره، فالمودرن سبورت مقفل الملعب، تمام. فاحنا محتاجين بنحضر ورا علشان مودرن سبورت اللعيبه تتسحب لقدام، تمام. بيحصلش كل ده. قفشه المفروض انت بقى تنزل تستلم اللعب. انا واقفش اهو، نزلت استلمت اللعب، احرك بقى والعب وكل ده، وهسحب واحد معايا كمان عادي جدا. ليه؟ لان انا صانع لعب. لكن انا بفضل اكون جوه مع المدافعين كده. ليه؟ ليه بجد؟ يعني ليه بفضل كده حوالين المدافعين، اللي هو مع المدافعين؟ انا بقول لك يا شريف، يا شريف خليك جنبي. يعني ليه بجد؟ يعني ليه احنا داخلين على لجنه؟ طيب ما تنزل استلم الكرة من المدافعين وحرك لعب وكل حاجه. انا ليه حاسس ان انا ياسر ابراهيم وياسين مرعي هم اللي هيحركوا لي اللعب، وهم اللي هيعملوا لي عرضيات، وهم اللي هيجيبوا لي جوان، وهم اللي هيعملوا لي الاسيستات؟ ليه؟ يعني الكوره دايما هي اللي معاهم. بن رمضان مثلا ممكن ينزل، تريزيجيه ممكن ينزل، ده كل يا اخي ده محمد شريف نفسه نزل وقفشه لا. تكملته عامل ازاي؟ لا، نام شويه. بص يعني فاهم، انت لو ماسك اصلا كوبايه شاي وتتفرج على الماتش مثلا، ممكن تنام وتدلع عليك، فاهم؟ انت مش هتعمل اي حاجه اساسا. الشوط الاول خلص على كده، مفيش اي حاجه خالص، مفيش اي خلطبيطه، تمام. ومودرن بيعمل ايه؟ مودرن بيلعب على بورتدات طبيعي، لغايه ما يبدا لك الشوط الثاني يغير لك، يطلع لك محمد شكري وينزل لك كريم فؤاد وينزل لك طاهر محمد طاهر. مش عارف ليه بس ماشي، يعني طاهر محمد طاهر مكان قفشه، مش فاهم ليه بس ماشي، تمام. يعني طب في ديانج بره. والله في ديانج بره، ما في. لا انا هلعب بكده لغايه ما زيزو، وهنفضل نقول زيزو كابوسك هو زيزو فعلا. لا، كابوسك هو زيزو، بعيد عن التعادل وكل حاجه، وانت كسبت امبارح وكل كلام، بس فعلا كابوسك هو زيزو. يعني بص، هو اللي عامل اسيستين، اصل زيزو بيجري على الفاضي. يا اخي على الاقل عامل اسيستين يا اخي، ده الباقي ما عملهمش. ف زيزو عمل لك كوره، كورنر حلوه جدا تروح واحمد رضا يحطها بدماغه وبس، تيجي جون وهدف حلو قوي نازله جوه الشبكه. بص لب بدماغه، جول حلو قوي. ده بقى الملخص اللي احمد رضا عمله بس. فاهم يا اخي؟ يا رب يكون حلو. هو انا مثلا هكره ان انا اكون حلو؟ وانا اللي هفرح في الاخر، ما انا اللي هكون مبسوط، وانا اللي هفرح واشتك وكل الكلام ده. بس احمد رضا فعلا كان وحش. انا عايز اعرف حد بس يكتب لي في الكومنتات ليه احمد رضا كان حلو، او عمل كان حلو. العظيم ابدا، ده الاثاره والمهاره والحلاوه وحرقه الدم لسه جايه لك. ليه؟ مودرن سبورت بتجيب التعادل. ليه؟ ليه يا شوبير؟ وليه يا احمد يا رضا؟ وليه يا مدافعين الاهلي؟ وليه كوره بقى بص، يعني يعني بنطلع لعب من ورا ماشي، من ورا فعلا، وشوبير. ودي غلطه شوبير، الجون الاولاني هو غلطه شوبير. لا، غلطه شوبير الجون الاولاني. يطلعوا بالكوره غلط كلهم، المدافعين كلهم واقفين غلط. يعني فجاه مره واحده لقيت احمد رضا هو اللي قلب دفاع، معرفش. وكمان هو مش مان مع حسام حسن هو جاب الجون، هو مش مان معاه، ده هو واقف هنا، وحسام حسن بقى بياخد الزاويه كده كده، وهو قام واخد معاه. خلاص بقى فاهم، حطت في البعيده، حطت في الزاويه، ايا كان مش فارقه. الجون الاولاني لحسام حسن والتعادل لمودرن سبورت. المفروض بقى الانتفاضه، الانتفاضه يلا بقى انتفاضه في لعيبه، يلا. طب يا ريبيرو، طب يا عماد حازم، احنا حازم، طب اي حد. مفيش. طب نزل ديانج. لا انا هعمل لك حاجه احلى. ايه هي؟ قول لي ايه هي.
انا هنزل احمد نبيل كوكا، فاهم؟ احمد نبيل كوكا، تمام. انا هنزله نص ملعب واطلع احمد رضا. لا خلاص، خلي احمد رضا، انا اسف، خلي احمد رضا والله العظيم. بقى كوكة ايه وبتاعت ايه ونيلي. منزل كوكا، نزل لك اشرف بن شرقي مكان تريزيجيه. طب ليه كوك؟ يعني ليه كوك؟ وهتيجي بقى في الاخر ايه واقول لك ليه كوكا بقى، تمام. ام فيوتشر جاء، فيوتشر عملوا مودرن سبورت جاب التاني من كورنر. برضه كورنر، وعلي الفيل بيطلع بدماغه ويشوطها، وشوبير بياخد غطس. هي كرة بعيدة عنه بصراحة، ماشي. وطالع فوق شريف، وفوق طاهر محمد طاهر، وشوية وهيطلع فوق ريبيرو نفسه. طلع فوق كل اللعيبة وجاب الجون التاني، وخلاص الماتش بيخلص في الدقيقة كام؟ الدقيقة 75. اه يعني ده انا دلوقتي بقيت مغلوب. فالاهلي هيجيب التعادل، تمام. بعديها بدقيقتين على طول فاول من قبل خط ال 18 بشويتين حلوين كده. زيزو ملك العرضيات، تمام. لان دي زيزو دي المهاره جامده جدا اللي فيها هي العرضيات. عمل لك عرضيه حلوه جدا، ياسين مرعي بيحطها بدماغه في حته في مقتل عند ابو جبل ويكون التعادل. الدقيقه كام؟ الدقيقه 78. عندك بقى من الدقيقه 78 وتحسب 9 دقائق وقت بدل ضايع، من الدقيقه 78 لغايه الدقيقه 100 احنا ما بنعملش اي حاجه. كوره في العارضه بس من رمضان، برضه عرضيه زيزو وبس، فاهم؟ الباقي بقى بص ما تفهمش بقى، حنكش فلش بس. محمد هاني ما بيعرفش اصلا يستلم. انا جات له كذا كوره، الاستلامه بيستلم فدان، بيستلم شقه. عارف انت بيستلم شقه بعد 3 سنين وقصت على 15 سنه، بيستلم كده. ايه ده؟ بجد ايه ده؟ ياسين مرعي هو 10 على 10، زيزو هو 10 على 10. الباقي ايه بقى؟ هتقولي يعني ديانج هو اللي كان هيجيب الفوز؟ يا سيدي مش هيجيب الفوز، بس ديانج بيعرف يستلم، بيعرف يكسب ارض، بيعرف يجري، بيعرف ان هو يسحب كذا لعيب حواليه، بيعرف كل ده، بيعرف يباصي صح. لكن انا نزلت كوكا. كوكا بقى بص ايه يعني؟ بيستلم الكوره، إيه العب، العب والنبي، والنبي العب. عارف انت والله العظيم اراهن اي حد ان هو ايه كان كله عمال يقول ايه، العب. حتى كانت الكوره معاه في الدقيقه، بص كانت الكوره معاه من الدقيقه 97 لغايه الدقيقه 99، بيعمل بيها ايه معرفش. استلم ماسك الكوره. الفكره ان برضه اللعيب مش عليه هو بقى. طب حد من اللعيبه ينزل معاه يستلم؟ لا. طب انت العب عرضيه عدله؟ لا. طب انت باصي؟ لا. طب انت اجري شويه؟ لا. طب انت باصي اللاعب اللي قدامك؟ لا. مفيش اي حاجه. كوكا ده مفيش اي حاجه خالص. مش عارف، انا حاسس ان لو كريم نيدفيد كان موجود في الاهلي لسه كان هيلعب برضه على اليو ديانج. مش فاهم ليه اليو ديانج بجد يعني. طريقه الاهلي النهارده اللعب كانت ايه مش معروفه، ولا شوط اول ولا شوط تاني. الشوط التاني ممكن تفهم شويه، العرضيات من زيزو بس، عرضيات من يمين او شمال ومن زيزو بس. لكن باقي اللعب نلعب ايه معرفش. الشوط الاول مفيش. حتى ايه احنا كنا بنتكلم ان انت لو هتجيب اجوان كتير برضه هيجي فيك اجوان كتير علشان انت خط الدفاع بتاعك بحارس المرمى مش بخير. واقف بقى شوبير، واقف الشناوي، واقف عثمان، واقف اي نيله، تمام. انت عندك ايه انك ممكن تخترق بسهوله عادي جدا، فاهم؟ يعني انت كده قدام مودرن سبورت، وبرده مودرن سبورت زي ما قلنا هو مش فريق تقيل قوي، هو فريق عادي، فاهم؟ اه دعم صفقات وكل حاجه، بس مش فريق المرعب اللي يجيب فيك جونين اساسا. فريق بس حد فاهم ريبيرو ان مش كل الفرق هتلعب قدامك لعب مفتوح، يعني مش زي كاس العالم للانديه والهيصه دي. لا انت عندك في الدوري هو اصلا الف ب عندهم انا تقفيل، بالذات لو قدامي الفرق اللي قدامي تقيله قوي ولعيبه تقيله قوي، انا هلعب تقفيل والعب على المرتدات بيبقى حقهم عادي. فمش كل فرقه هتفتح قدامك وكل الكلام ده، لا عادي. الفرقه اللي ممكن تفتح قدامك يعني مثلا بيراميدز هتفتح قدامك عادي جدا وتهاجم كل الكلام ده، سيراميكا نفس الكلام، زد نفس الكلام. لكن مش اسمه ايه، مش هتقول لي كل الفرق الباقيين ان هم يلعبوا معاك لعبه مفتوحه والكلام ده، لا هيقفلوا يلعبوا على المرتدات نفس طريقه لعب النهارده، ومن كور عرضيه ممكن اجيب جون والموضوع يخلص. الاهلي ما جاش. يعني انت هتقول مين؟ هتقول فعلا زيزو، وهتقول ياسين مرعي، تمام. ومين تاني؟ قول لي مين تاني يعني بن رمضان مثلا ممكن في حتت كده ولا حاجه. الباقي مفيش. بدايه بنقطه. شايفين السلام عليكم. السلام عليكم.